اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ جدا. ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الفكره دي لو انت عندك فوق اوتوماتيك وعايزه في نفس الوقت رخامه. رخامه هي يا جماعه كبيره جدا ما شاء الله. انا غسلت الفوق اوتوماتيك اللي هي كانت ال 13 كيلو، كانت بتنزل زمان، مش عارفه دلوقتي بتنزل ولا لا، اللي هي ال جي. طبعا انا معليه الرخامه من هنا زي ما انتوا شايفين عن رخامه الحوض. تمام. الفكره فين بقى؟ انك هتحطوا فوقيها ميكروويف لو انت ما عندكيش مساحه والمطبخ ضيق، بس لازم يكون قصاد الغساله الفوق اوتوماتيك مساحه قدها عشان تطلع قدام. وهي دي الفكره اللي انا هقول لكم عليها بقى. بصوا تعالوا معايا تحت كده. بصوا بقى احنا عاملين ايه. عاملين عجل. هي غريبه شويه بس احنا عاملين عجل. حطينا الغساله على قاعده عجل، والقاعده دي متفصله مخصوص للغساله دي، مش اللي بتتباع جاهزه، لان اللي بتتباع جاهزه بتبقى بمقاسات معينه، بتبقى عاليه شويه. لكن احنا لو انت هتجيبي القاعده دي الاول، بتتباع ساعات جاهزه على مقاس الغسالات او مقاس التلاجات. غساله بقى، بصوا بقى، بصوا بقى، اتفرجوا بقى. هي انت اهي قدامك، بتشديها كده. تمام. هي طبعا على عجل، والصرف من ورا لو انتوا شايفينه عاملين لها اصلا، مصمم لها صرف ورا. تمام. والصرف طبعا مطولينه شويه عشان ينزل في الماسوره ويبقى ايه في طول معايا. تمام. بصوا تفتحوا كده، انا طلعتها اهي قدام، لازم يبقى في بقى قدامها مساحه قدها. يعني بصوا الغساله اهي، لازم يبقى في مساحه قدام الرخامه قد، مش هقولك قدها كلها لان الغساله طبعا كبيره، قد ما الباب يتفتح معاكي، يعني بعد الباب، بعد مفصل الباب. تمام. وتخلي بالكم طبعا يا جماعه وانتوا بتعملوا الرخامه تكون عاليه عن الغساله كويس عشان ما تتحشرش. تمام. او عشان تدخل اصلا تحت الرخامه. خلاص اهي بنحط الهدوم ونشغل المود بتاعنا اللي احنا عايزينه ونقفل عليها كده. خلاص انا خلصت وحطيت حاجتي، والرخامه اهي فوق، بقوم مرجعها تاني لانها هي على عجل اهي. وطبعا ظابطين المؤشر وظابطين كل حاجه، لان هي دي بمؤشر فيها ميزان. خلاص. اتمنى الفكره تكون عجبتكم، هتفك معاكم في انك تحطي ميكروويف. في ناس قالت لي عايزين، في ناس قالت عايزه تعمل غساله اطباق وما عندهاش مكان، ففكروا ان هم يحطوها فوق الرخامه دي، فوق غساله الملابس على الرخامه. فكره حلوه جدا برضو. ولو عملتي صرفها مع الحوض او عملتي صرفها مع جنب الغساله الملابس، فالرخامه معاكي هتفك عليكي حاجات كتير جدا، هتحط عليها اللي انت عايزاه. اتمنى تكون الفكره الرهيبه دي اللي عمري ما شفت حد عملها بصراحه، بامانه انا بكلمكم، لفيت اليوتيوب قبل كده على حاجه زي كده ما لقيتهاش. يمكن يكون حد عاملها بس انا ما اعرفش. بس هي قدامكم الرخامه طولها اكتر من الحيطه عندي. انا عاملاها من بعد معليه من الحوض طبعا. بصوا معليه ازاي، يعني ده الحوض، دي رخامه الحوض، انا معليه وبعدين طالعه فوق الغساله لغايه الحيطه. تمام. اتمنى تكون الفكره عجبتكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.